عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله. انا النهارده عند ام حمزة اللي هي بنوتي، وقلنا بقى هي تعمل لنا الاكل النهارده باذن الله. النهارده انا هعمل ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل مكرونه بشاميل وبانيه بالفيجيتار عادي. انا هنا بسلق المكرونه عادي خالص، وهبتدي اعمل معاكم اللحمه المفرومه نعصجها مع بعض. يلا. ايوه هنا اهو حاطين حبه سمنه صغيرين. هنبتدي بقى نحط البصله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده بقى بما اني كنت هنا قلت بقى ام حمزة هي ايه اللي تعمل اكل عشان احنا في بيتها. قلت لها ام حمزة بقى اعملي لنا الاكل اللي انت عايزاه. البصلة بالظبط يا دوبك كده تاخد لون شفاف، بس مش اكتر من كده. هنبتدي بقى نحط اللحمة المفرومة. هي دي حوالي اقل من نص كيلو يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى نحط البهارات. هي كده اللحمه المفرومه غيرت لونها. نبتدي بقى نحط البهارات. نحط رشه 7 بهارات. نحط رشه فلفل اسمر كتير عشان ما يتقلبهاش، ونحط رشه قرفه كده بسيطه عشان خاطر الزفاره وبتدي طعم حلو برضه عليها. وهنحط رشة جوز الطيب، بس مش هنكتر منها عشان الناس ما تنامش منها. وطبعا ملح بقى حسب ايه ملح كل واحد يعني. بس وهنقلبها لحد لما تطلع سمنتها لفوق، يبقى خلاص كده استوت. ممكن نزود حبة مية صغيرين، بس هي كده كده هتجيب مية منها فيها، فبلاش يعني. بس اما اجي بقى اعمل البشاميل اوريهولكم. كده بقى اللحمة اتعصجت خلاص. نبتدي بقى نعمل البشاميل حوالي 6 معالق سمنة، ونحط عليهم 6 دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب بقى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بس لحد ما الدقيق يتحمص وارجع لكم تاني. ادي اهو الدقيق ابتدى يتحمص، يعني يطلع له ريحه كده يتحمص. هنبتدي بقى نحط اللبن بقى بالتدريج. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى اللبن بالتدريج ونقلب. داريسي على التصوير. نصبه بقى بالتدريج. كده يا جماعه البشاميل خلص. هو بص قوامه كده، ولا تقيل ولا خفيف. طبعا من كل ما واحد بيحب يعني، بس هو كده كده لما بتقفلي عليه السخونيه بتقله زياده يعني. وهي اللحمه كده خلصت اهي، اتعصجت اهي. برضو هنبتدي بقى نعمل صينيه المكرونه. نبتدي يا جماعه بقى نطبق الصينيه. انا جبت اهو صينيه بايركس عادي، وحطيت عليها شويه بشاميل، وحطيت هنا في بص احنا بنحب اللحمه مع المكرونه مع حبه بشاميل كده كلهم مع بعضهم. هحطهم في الصينيه واوريكم بقى. وبكده يا جماعه اهو طبقنا الصينيه بتاعت البشاميل. هنبتدي بقى. انا عايزه بس اقول لكم معلومه، ان المكرونه تكون نص سوا عشان خاطر هي هتكمل سواها تاني في الفرن.
ونبتدي نظبط الفرن على درجة حرارة 180 ونحط المكرونة، واول ما نلاقي وشها احمر كده شوية نبتدي نشيلها. في ناس بتحط عليها جبن من فوق بس احنا ما بنحبش فهنحطها كده يعني. اول ما تطلع من الفرن اوريها لكم. ودي كانت وجبتنا النهارده، مكرونه والبانيه. وانتوا طبعا لو انت ما تعرفينيش انا مطبخ امنيه في اكل على قد الايد ماشي، بس بنوتي هي اللي عامله الاكل النهارده واحنا معلش يا جماعه احنا متحمسين النهارده النهائي بتاع كاس العالم، وجزء بيشجع فرنسا وجزء بيشجع الارجنتين. استناكم ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات مطبخ ام امنيه. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وسبسكرايب للقناه ان شاء الله، ومع السلامه.